ركز كده على تعبيرات وش ميسي وهتفهم إن كل شيء متخطط له وإن هو اللي بيحركهم على حسب السيناريو. أي حد بيشجع ميسي هاته وخلي الأرجنتين تلاعب منتخب بلده في كأس العالم وهو يعرف ميسي واخد جوايزه وبطولاته إزاي، وقتها مش هيشجع ميسي تاني. وأي حد كان بيشجع الأرجنتين قدام مصر فده بني آدم عنده نقص عقل ونقص وعي وبيتصرف زي قطيع الحيوانات، بيمشي من غير ما يفكر. الكورة كانت كورة لحد ما دخلت فيها المراهنات والتدليس الكروي والظلم التحكيمي والانحياز لطرف معين في التحكيم، فتلاقي منتخب بيكسب منتخب بظلم تحكيمي، أو لاعب بيتعمد فريقه يجي فيه جون عشان هو مراهن على كده، وجوائز بتتوزع بدون عدل. الكورة بقت مملة ووحشة وما تحبش تتفرج عليها. الكورة بقت بايخة وبايخة قوي، وبكرة الفيفا تعرف إنها كده بتخسر كتير، وبكرة العالم يعرف إنه المراهنات والانحياز بوظ كل حاجة. بيظل الانحياز إلى الشخص أو الفريق اللي بيدعم حاجات زي الشذوذ اللي موجود في أمريكا وأوروبا، أو بيدعم الكيان أو القضايا دي مهما كنت مقدم من أداء حلو أو منافسة. فأنت لو مش بتدعم قضاياهم فأنت هيتم استبدالك بشخص تاني بيدعم، حتى ولو كان ما عندوش حاجة يقدمها للكورة. كانوا دايما بيقولوا الكورة ملهاش دعوة بأي حاجة خارج الملعب وإنها بتصلح بين الشعوب، بس اللي شفناه كان التحكم كامل في الكورة لمصالح معينة. وهيفضل ميسي أكذوبة أسطورة وهمية صنعها برشلونة بنجومها، وصنعها الفيفا، وصنعها التحكيم. مع تذكر ماتش تشيلسي دوري أبطال 2009، ميسي لم يكن التاريخ، ميسي هو مزبلة التاريخ. تفتح ملف ميسي تلاقي كل شيء غير عادل وغير مستحق، وإنه ما يستحقش نص الجوائز اللي معاه. وبكرة العالم هيتذكر إنه دايما فوزه كان غير عادل، وإنه عبارة عن مزبلة نلم فيها فضايح الفيفا في التاريخ، مزبلة التاريخ. شاري الفيديو ده عشان الكل يعرف حقيقة لعبة الشطرنج دي. Please bring the fourth cup to Argentina in the Mundial. You displayed the Palestine flag. Could you describe your emotion and feelings at that moment? And if you can pass the Argentina tomorrow, will you do it again? إذا وجد أحد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما يبقاش بني آدم، ما يبقاش بني آدم. You know, for me, the pressure, it's the people who is in a war that they don't have foods to eat, that deal with the guns during the night, the shots. For me, this is the real pressure. Hello, this is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is